طيب شيخ مجتبى، خليني أبدأ مع حضرتك من حيث انتهى الشيخ خالد الوصابي بالأمس وطرح سؤال: هل القرآن والسنة بدون وجود المعصوم صحيحان أم باطلان؟ وإذا لم يكونا صحيحان كيف تستدل بهما على صحة إمامة المعصوم؟ معك 3 دقائق من الآن، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي اسمه في السماوات ذكره في الأراضين، أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، اللهم آمين. تحياتي إلى كافة الأخوة والأخوات الذين يستمعون إلى هذا البث، وكذلك تحياتي إلى الأستاذ حسام وضيفه. أما بعد، أنا أتمنى إذا كانت القناة منصفة أنه عندما يبتدئ لقاء آخر، لقاء جديد، أن يذكروا أيضا بأسئلتي التي ما أجاب عنها الوصابي إلى نهاية الحلقة، كما ذكروا بأسئلته وبأجوبتي. هذا إذا كانت منصفة. زين. إخواني، طرح الأخ حسام قال أن فاطمة، خالد الوصابي قال هل لها رتبة الإمامة؟ فأجاب مجتبى أنه ليست لها تلك الرتبة. إذن فاطمة ليست لها رتبة الأئمة. أنا أجبت عن هذا السؤال وقلت أن فاطمة هي حجة على الحجج، فهي أفضل من الأئمة، لكن ليس من شأنها الحاكمية، لأنها امرأة مأمورة أن تقر في بيتها لا أن تخرج من بيتها، فإمامتها بمعنى الاقتداء، الإمامة اللغوية، ليس لها تلك الرتبة، وليس المعني من ذلك إذا لم تكن لها الرتبة أنها أدنى من الأئمة. زين، لأن ليس من شؤونها الحكم، هذا الذي قررته. النقطة الثانية التي ذكرها، قال أن الخميني أو غيره من الفقهاء لم ينص عليهم بالاسم، كذلك فتركت المسألة إلى الشورى، كذلك أبو بكر بالشورى لم ينص عليه بالاسم، وطبعا هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن أبو بكر ما نص النبي عليه، فما كانت خلافته شرعية، لأنه غير منصوص شرعا عليه. فإذا قلنا أن إمامته الناس اختاروه، إمامته لغوية بمعنى أما القوم، كما أنني أنا الآن مثلا إمام يأتمون يقتدون، هكذا خلافة أبو بكر ليس عليه نص دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة، لأنه لم يقدم إلى الآن. زين. أما بالنسبة إلى الفقهاء المسألة تختلف، لأن الفقهاء نيابتهم شرعية، لأن الإمام نص عليهم بالنيابة العامة، حتى وإن لم يذكر الأسماء، لكن هناك نص شرعي على إمامتهم العامة، وإن لم تكن بالأسماء كانت بالوصف. أما أبو بكر لا بالوصف ولا بالاسم، لا يوجد أي دليل على ذلك. زين. أما بالنسبة إلى الدور، كيف تحتج بالكتاب والسنة؟ هذا دور، لأنه يتوقف. كيف تقول أنه بعد النبي لا يوجد معصوم؟ هذا ليس دورا، وأنا وضحته في الحلقة السابقة وأبطلت هذا القول، وقلت أنه ليس هذا النحو نحو الدور. لو كان دورا لصح كلام الساقط، لكنه ليس بدور، لأنه فهم المطلب بشكل خاطئ. ماذا أفعل؟ زين. أسئلتي التي ما أجاب عنها في تلك الحلقة لا أدري متى سيجيب عنها. نحن نتكلم عن الإمامة العامة الشرعية. الإمامة العامة الشرعية، إذا نفتح الكتاب نفتح السنة نجد أن الإمامة العامة الشرعية تعطى لمن؟ تعطى بالنص، أن يكون هناك نص. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. النبي في صحيح البخاري قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. الاستخلاف من قبل الله بالجعل الإلهي، ليست راجعة إلى اختيار الناس يجتمعون يختارون إمام، يجتمعون يختارون نبي. إذن القرآن أبطل الشورى في مسألة اختيار الإمام، الشورى في الأمور الاعتيادية. أشكرك. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي، لكن قبل ما نروح للشيخ خالد الوصابي، في بداية الحلقة أنت طرحت مسألة لماذا لا تطرحون أسئلتي كما طرحتم أسئلة الشيخ خالد الوصابي. نحن طرحنا الأسئلة من الشيخ خالد الوصابي التي لم يتم الإجابة عليها. أما فيما يتعلق بالأسئلة التي طرحتها، الشيخ خالد الوصابي أشار بالأمس أن هذه الأسئلة أنا أجبت عليها، وأنا كتبت بالأمس وراء الشيخ خالد الوصابي فيما يتعلق بمسألة ولاة الأمر، وقال الشيخ خالد وقتها أن الخليفة هو الذي يختاره الناس بالشورى. سأذهب الآن إلى الشيخ خالد الوصابي ليبدأ وقته الآن. شيخ خالد، تعليقك على ما تحدث به الشيخ الزركوشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حقيقة طبعا بالنسبة لموضوع فاطمة، أنا استدلالي هو لماذا فاطمة ليست إمام ولا تسمى إماما ولم يعطوها منزلة الإمامة؟ لماذا؟ لأنها محرومة من الحكم، فتلخصنا من ذلك أن الإمامة أصلا هي الحكم. لو كانت الإمامة شيء آخر غير الحكم لسموا فاطمة إماما لأن لها يعني الإمامة الدينية، لكن لأنها حرمت من الإمامة السياسية ليست حاكما فلم يسموها إماما. إذا نستلخص من هذا أن الإمامة التي نتحدث عنها هي إمامة الحكم. أما قوله أن القرآن الكريم، وأنا سأبدأ من حيث انتهى، أن القرآن الكريم أبطل الشورى. سؤالي: هل القرآن الكريم أبطل الشورى كل الشورى أم أبطل الشورى في تنصيب أبي بكر؟ يعني لو قلت عندنا شخصان اثنان، الشخص الأول أبو بكر الصديق، فعند الشيعة
أن القرآن الكريم يبطل الشورى في حقه، لكن تنصيب الخميني والخامنائي القرآن لا يبطل هذه الشورى، فهذا شيء عجيب. إذا كان القرآن الكريم يبطل الشورى في تنصيب الحاكم، فهو يبطل الشورى في حق أبي بكر، ويبطل الشورى في من ينوب عن الولي الفقيه. ولهذا لما نص علماء الشيعة ماذا قال هنا جعفر السبحاني وهو يتحدث عن الولي الفقيه وغيره؟ يتحدث على أنه يقول مثلا على أن الإمامة هي شعبة من جهة انتخاب الحاكم الأعلى، وسائر الأجهزة الحكومية العليا موكولة إلى الناس ومشروطة برضاهم. إذا هنا السؤال، إذا كانت الشورى في القرآن إذا كان القرآن الكريم يبطل الشورى فهو يبطل كل شورى. عندي سؤال لمجتمع، السؤال هو: أما قولك لم أجب على الأدلة التي أوردتها، هذا مبني على سؤالي، السؤال لم تجب عليه إلى الآن. هل يمكن أن يستدل لإمامة الأئمة من القرآن الكريم وأنت تنص وتقول على أن القرآن الكريم والسنة النبوية بدون وجود المعصوم ليست صحيحة؟ كيف تستدل بالقرآن والسنة عليه؟ وهذا هو الدور الذي أنت لم تفهمه. إذا السؤال هو: هل وضع الإسلام، سؤال محدد، هل وضع الإسلام نظاما لكيفية تنصيب من ينوب الإمام في عصر الغيبة أم لم ينص على ذلك؟ إذا سؤال، قوله أن خلافة أبي بكر ليست شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه. إذا سأسأل سؤالا، السؤال هو: من الذي قال اللهم ارحم خلفائي؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم الأئمة بعد النبي؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل اللهم ارحم خلفائي، هل يشمل هذا جنس الصحابة ومن بعد الصحابة يدخلون في هذا الحديث أم لا يدخلون؟ إذا كان النبي هو القائل اللهم ارحم خلفائي، قالوا ومن خلفاء؟ قال الذين يرون حديثي. إذا هل هذا الحديث الذي نطق به النبي بلسانه يشمل جنس الصحابة أم أنه معطل إلى عصر الغيبة لا يشمل الصحابة؟ فإذا كان معطلا، هل ما ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخلفاء في عصر الغيبة؟ هل لا يشمل الصحابة رضوان الله عليهم؟ السؤال الذي أريد أن أفهمه ويفهمه كل مسلم: هل وضع الإسلام نصا شرعيا في كيفية تنصيب الحاكم في عصر الغيبة أم لا؟ أشكرك شيخ خالد. الآن الكلمة مع الشيخ مجتمع. تفضل شيخ مجتمع، معك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حسام، أنت تفضلت وقلت أنه نحن نقلنا أسئلة الأستاذ خالد لأنك ما أجبت عنها، على الرغم أن الحلقة الماضية أجبت على كل الأسئلة، هو الذي ما أجاب عن سؤال واحد. أما تقول هو أجابك عن الأسئلة، فلا أدري متى أجاب. أنا في الحلقة التي مضت قلت أن القرآن قال أن الخلافة بالنص إني جاعل في الأرض خليفة. النبي صلى الله عليه وآله في صحيح البخاري يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، يعني الله هو الذي يستخلف، ما بعث الله من نبي ولا استخلف. فالخلافة من الله بالنص. قلت له كيف الخلافة من الله بالنص وتقولون بالشورى؟ ما أجاب على السؤال. في الحلقة السابقة قلت من هم ولاة الأمر؟ الله دلنا وأثبت في كتابه أن الإمامة العامة الشرعية والطاعة بعد النبي لولاة الأمر. نحن عندنا أن ولاة الأمر بعد النبي هم الأئمة. من هم ولاة الأمر عندكم؟ ممكن تعدد لي ولاة الأمر عندكم الذين فرض الله طاعتهم في كتابه؟ ما أجاب على سؤالي. قلت له ذلك الذي ينوب يقوم بمقام النبي، ذلك الذي يقوم بمقام النبي على أي أساس يجعل؟ يعني ما هي الأمور التي لا بد أن تتوفر فيه عندكم؟ يعني نحن إذا جئنا إلى منهج القرآن تتضح هناك أمور لا بد أن تتوفر، لكن أنت لا بد إذا لم تكن تلتزم بالقرآن فلتقل لي على أي أساس حتى نتحاجج، حتى نصل إلى نتيجة، لأنني أتي بالأمور التي ثبتت في القرآن وفي السنة لا تلتزم بها. إذن على أي شيء تعتمد حتى نفهم، حتى يفهم المستمع؟ زين، يقول أنه لماذا الخميني إذا كانت نيابته بالشورى تقبل وأبو بكر إذا كانت بالشورى لا تقبل؟ من الذي قال لك هذا الكلام؟ إخواني، مرة ثالثة أجيب. في الحلقة السابقة أجبت، والآن قبل أن تنتقل المداخلة أجبت، والآن أيضا أجيب. أنا قلت بأن نيابة الفقهاء تمت بالنص، الإمام نص عليهم بالنيابة العامة الشرعية. أما أبو بكر بالشورى، من الذي قال أن هذه المسألة تتم بالشورى؟ الله وضح في كتابه أن أمر الدين بالنسبة إلى الأنبياء، الجعل بالنسبة للأنبياء، الجعل بالنسبة للأئمة راجع إلى الله، الاستخلاف راجع إلى الله بالنص، لم يقل بالشورى. فالشورى في الأمور الأخرى العامة. النبي أراد أن يحفر الخندق يستشير، لا أنه مجموعة يستشيرون يجتمعون يختارون نبي أو إمام، هذا باطل. إلى الآن
أعيد وأكرر أما بالنسبة إلى الدور يقول هذا ليس دور. أنت عليك أن لا تقع في المغالطات حتى باستطاعتنا أن نكمل ونسير. أنت تقول أنه هل القرآن والسنة إذا لم يكن هناك معصوم، حتى لا تقول إني لا أجيب، إذا لم يكن هناك معصوم هل يمكن أن يحتج بهما، أن يؤخذ بهما؟ أنا قلت لك إذا لم يكن هناك معصوم إذا بطلت نبوة النبي، لأنه هذا الفعل لا يصدر من الحكيم. أشكرك. لأنه لا يمكن. فقط خل أكمل الإجابة فلتوظف له الوقت حتى لا يقول إني لا أجيب على هذا السؤال، حتى أبين أنه هذا ليس دور. يقول أنه إذا لم يكن هناك معصوم، أنا قلت إذا لم يكن هناك معصوم هذا لا يصدر من الحكيم، تبطل نبوة النبي. لماذا؟ لأن النبي رحل من الدنيا ولم يوصل لأحد، ترك الأمة هكذا في بعثرة، فلا بد أن يكون هناك نص في هذا الكتاب. فنحن نقول ما قلنا أن الكتاب والسنة الكتاب والسنة لا بد لهم من معصوم، والمعصوم تثبت حجيتهم بالكتاب والسنة حتى يكون هناك دور. نحن نقول الكتاب والسنة فيهم النص على المعصوم. شكرا لك، انتهى الوقت وبزيادة دقيقة أيضا. شيخ خالد أنتقل إليك بالمداخلة، تفضل. حبيبي الكريم، الرجل وقع في ورطة لن يستطيع أن يخرج منها إلى يوم يبعثون. إن القرآن والسنة بدون وجود معصوم هما باطلان عنده، فلا يستطيع أن يستدل بالقرآن والسنة. كل آية أو حديث، أنا لو سألتك سؤال يا مجتبى الآن في عقيدتك أنت القرآن والسنة بدون وجود معصوم باطلان، فكيف تستدل أنت بعقيدتك على إثبات وجود المعصوم بالقرآن والسنة وهما باطلان عندك؟ السؤال، لما يقول الخميني هو منصوص بالنص العام، أنا سأسألك هل أنت تفرق بين الولي والفقيه وبين المراجع؟ هل الولي الفقيه عندما يكون حاكما هل يتنصب هو بنفسه أم ينصبه الناس؟ تفضل، أنا أريد من وقتي. تفضل تفضل يا شيخ الولي الفقيه. أجاوب وقتي إن شاء الله، سجل السؤال. لا ما في وقتك الآن، في وقتي. إجابات سريعة وبالتفصيل في وقتك. هل الولي الفقيه يكون وليا حاكما على الناس باختيار الناس أو بنفسه؟ تفضل. بالنص من قبل الإمام نص عليه. هل النبي نص على الخميني؟ أنا اسمع يا شيخ حسام، الآن أنا أتحدى وبهذا تنتهي المناظرة. إذا أثبت لي مجتبى أن النبي أو أي إمام معصوم قال الخميني يتولى الحكم، أنا سأعلن إفلاسي من المناظرة وانتهت المناظرة. تفضل يا شيخ مجتبى. نص عليهم بالنيابة العامة. النيابة العامة، طيب هل النيابة العامة تشمل الخميني وغير الخميني؟ من انطبقت فيه الأوصاف يصح الاقتداء به. السؤال، هل الأوصاف الآن لا توجد إلا في الخميني؟ من انطبقت فيه الأوصاف يصح الرجوع إليه. أنا سؤالي، هل الأوصاف لا توجد إلا في الخميني؟ لا عزيزي، توجد فيه وفي غيره، وقد لا توجد فيه توجد في غيره. من الذي عين الخميني ليكون هو رئيس الدولة والحاكم ويجب على الناس طاعته؟ تفضل. الإمام أعطى صفات عامة، من انطبقت به يصح الرجوع إليه. من الذي عين الخامنائي الآن الخامنائي رئيس إيران، الآن من الذي عينه ليكون الولي الفقيه على إيران؟ تفضل. جاوبتك أكثر من مرة. لا لازم، هذا هو مبنى السؤال. من الذي عين خامنئي الآن ليكون رئيس إيران يا شيخ مجتبى؟ جاوبت الفقهاء نص عليهم الإمام بالنيابة العامة. نص عليهم بالاسم. بالنيابة العامة. بالنيابة العامة، هذه النيابة العامة تشملهم وتشمل غيرهم، ما يكفي. لما يقول النبي مثلا هنا أرحم خلفائي، خلفاء ليس واحدا، يشمل زيد وعمر من الناس. أنا أسأل الآن، من الذي جعل الخامنائي الآن على رأس السلطة وأوجب على المراجع الآخرين طاعته؟ من هو؟ من الذي نصبه؟ من الذي أوجب على الناس طاعته؟ وإذا ردوا عليه فقد كفروا بالله سبحانه وتعالى، وكان كحد الشرك بالله. السؤال، من الذي أوجب على الناس؟ من الذي طلعوا إلى كرسي الحكم؟ سؤال، هذا هو السؤال. تفضل. طيب الوقت انتهى، أنا هروح له بنفس السؤال. من الذي عين خامنئي ليكون الولي الفقيه ويكون هو رئيس السلطة الأكبر في إيران؟ من المسؤول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الفقهاء هو الفرق ماذا؟ هو يريد أن يخلط الأمور. هناك فرق بين ما حدث لأبي بكر وبين ما يحدث للفقهاء. لماذا؟ لأن ما حدث لأبي بكر الناس اختاروه، لا يوجد نص عام على إمامته، يعني النبي أشار إليه أو أرجع الناس إليه. أما الفقهاء الإمام نص عليهم، أرجع الناس إليهم، نص عليهم شرعا، فهنا شرعا هنا لا يوجد نص شرعي، فنص عليهم بأوصافهم. فالخميني تقول مثلا من الذي اختاره جعله؟ مجلس الشورى اختاروه، انتهت القضية. هل هناك نص شرعي؟ نعم، هناك نص شرعي من الإمام على أن يرجع إلى الفقهاء. أما أبو بكر هل هناك نص شرعي؟ لا، الناس من دون أي نص شرعي. زين إخواني، نحن الآن نطرح الأسئلة.
الله سبحانه وتعالى أثبت في قرآنه. أما بالنسبة إلى أنه يقول هل المراجع عليهم أن يطيعوا الخميني؟ لا، مو المراجع لا يطيعون الخميني، لا، المراجع لا يطيعون الخميني. لماذا؟ لأن الإمام كما في ذلك الوقت في زمن الأئمة يرجع إلى محمد بن مسلم، يرجع إلى زرارة، الإمام أرجعهم إليه، كذلك هنا في هذا الزمن أرجعنا إلى الفقهاء. الفقهاء من انطبقت فيه الأوصاف يرجع إليه. إلى الآن ما أجابني على أسئلتي. إخواني أعزائي، نحن نقول الله أوجب وأثبت في قرآنه الإمامة العامة، هؤلاء الذين يجب علينا طاعتهم. من هؤلاء؟ ولاة الأمر، طاعة الله والرسول وولاة الأمر. ولاة الأمر عندنا أهل البيت. ولاة الأمر عندكم من؟ لماذا لا يجيب؟ أنا أجيب على الأسئلة، هو لا يجيب. لماذا جئتم به؟ فلتأتوا لنا بشخص يجيب كما أجيب، كما هو يسأل أنا أجيب، كذلك هو فليدون أسئلتي. ولاة الأمر من عندكم؟ حدد لي فلان 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 فلان. ولاة الأمر عندنا، نحن عندنا الأئمة هم ولاة الأمر، ما اختلفنا فيهم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الله يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء المحسودون من هم الذين حسدوا؟ نحن عندنا أن الإمام يقول نحن المحسودون حسدونا على الإمامة. فقد الله يقول فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالله أعطى الإمامة في آل إبراهيم، كذلك أعطاها في أهل البيت، هم ولاة الأمر، هم الأئمة. الناس حسدوهم، يقول نحن المحسودون، نحن ولاة الأمر. أحاديث صحيحة. عندكم من ولاة الأمر؟ هل الآية معطلة؟ حلقتين لا يجيب. الآية معطلة، لا تعرف من هم ولاة الأمر. ممكن تبين لنا من هم المحسودون، من هم ولاة الأمر؟ لماذا تقول المسألة بالشورى والنبي يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة؟ الخلافة من الله، بالاستخلاف من الله، بتعيين النبي. هذه الأسئلة لا توجد عليها إجابة، فلتأتوا لنا بشخص آخر أيضا مع خالد حتى يجيب، كما أني أجيب على الأسئلة، لي الحق أن يجيب على أسئلتي. لا أدري، هذه 3 أسئلة أريد أن يجاب عنها حتى أنتقل إلى إلزامات أخرى، وإلا أكررها إلى نهاية هذا الأسبوع. عجيب. زين إخواني، بالنسبة إلى السؤال الرابع نضيفه لأنه يطرح أكثر من سؤال وأنا أجيب على كل الأسئلة. أجبني حتى وإن كانت الإجابات لا تعرفها، إجابات خاطئة، أجب حتى نفهم. زين، الله يقول فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أشكرك يا شيخ مجتمع. أكمل في المداخلة القادمة. تفضل يا شيخ خالد. هو قال لك أن الخميني وخامنئي كانوا بنص شرعي بالرجوع إلى الفقهاء المتمثل في مجلس الشورى. لا يا شيخ حسام، لحظة. تفضل. أما شوف، قل أدبه أكثر من مرة ويقول لماذا أتيتم به، وأنا محترم له لأنه ضيف جديد، فأرجو هذه الكلمة تأدب ولا تكررها مرة ثانية. أيضا أما شوف، هو يريد الدخول في الأدلة ولم يجيب على السؤال هل القرآن الكريم صحيح بدون وجود المعصوم؟ هذا السؤال. هو يريد الدخول الآن في الأدلة ويتجاوز السؤال الذي طرحته، ولا يمكن أني أتركه، سأكرره كل مرة لأنه كل أدلة الكتاب والسنة مبنية عليه. أما قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو استدل بهذه الآية الكريمة، سأتجاوز كل شيء وآتي بكلام علمائه على أن هذه الآية الكريمة لا تفيد عصمة ولا هم يحزنون. هذا كلام علمائه الذين يعني نص عليهم. هذا مثلا آصف محسني في كتاب له صراط الحق، يقول فيه في صفحة في المجلد الثالث، يقول صفحة 27، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أقول قد مر جوابه، وإطلاق الإطاعة لا تكشف عن العصمة. شوف، هذا أقر عينك بكلام آصف محسني، يقول لك هذه الآية لا تفيد العصمة. أنت استدللت بهذه الآية على أنه تفيد العصمة، ولا معصوم إلا من ادعيتم عصمته وشيء من هذا القبيل. هذا أيضا محمد جواد مغنية في كتاب التفسير الكاشف، ويقول ليس كذلك إطاعة أولي الأمر، إنها فرع وتبع لإطاعة الله ورسوله. إن أولي الأمر رواة عن الرسول، فهل الراوي عن الرسول يشترط له العصمة؟ كذلك أيضا هناك علماء آخرون، لكن سأكتفي بهذا. أما سؤاله يكرر دائما وأنا أجبت عليه أمسي، يقول من هم أولي الأمر عندكم؟ قلنا لك أولي الأمر عندنا من اختارهم الناس، ليس لهم عدد محدد حتى يكون محدد، هذا أجبته أمسي ولكنه يكرره. وعلي بن أبي طالب يقول في الرواية التي قرأناها أمسي، ويقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذا كلام علي بن أبي طالب. إذا كان علي بن أبي طالب إنما يحتج على معاوية بأن معاوية يعتقد صحة البيعة وشورى المهاجر والأنصار، فهذا سيأتي سؤال ضد مكتبة. السؤال إذا كان علي إنما يصح له الاحتجاج بما يعتقد به الخصم،
لأن الخصم لا يعتقد بصحة النص. فهل يجوز، فكيف سيستدل جعفر الصادق على إمامته؟ جعفر الصادق ليس له بيعة. معناه أنت الآن تستطيع أن تقول لي أنك أنت يا مجتبى لا يحق لك أن تحتج علي بالنصوص في بقية الأئمة، لأن بقية الأئمة ليس لهم بيعة من المهاجرين والأنصار. إذا معناه إذا كان إنما يحتج على الشخص بالبيعة، معناه أن بقية الأئمة ليس لهم قوة في الحجة، ليس لهم قوة في الحجة، وهذا سنأتي إليه. أما قوله على أن الخامنائي نصب من مجلس الشورى، يا سلام، إذا معناه أن شوراهم صحيحة وشورى أبي بكر طيب. باطلة. أشكرك يا شيخ خالد، انتهى الوقت معذرة. لم يجيب على سؤالي أكمل في المداخلة قوله وهو اللهم ارحم خلفائي. من الذي نطق بهذه الكلمة؟ معك الوقت يا شيخ مجتبى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، يقول أنه ماذا أساء إلي. لماذا أساء؟ لأنه يقول لماذا أتيتم به. عزيزي، هل هذه تعتبر إساءة؟ بالله عليكم، هل أسأت؟ أنا من أسأت؟ لو كنت قد خلينا نتجاوز هذه النقطة، خلينا نتجاوز هذه النقطة حتى ندخل في صلب الموضوع. تفضل يا شيخ. تمام. إذا كنت لا تجيب على أسئلتي أنا قلت فلتجيب، وإلا يأتي شخص آخر. هذه ليست إساءة. زين. يقول أنه الطاعة لا تكشف عن العصمة. بالله عليكم، هل أنا تكلمت عن العصمة؟ ستأتي الأسابيع المقبلة وسنتكلم عن العصمة، وأثبت لك بالأدلة القاطعة على أن الآية تثبت العصمة. حتى أن الفخر الرازي ما استطاع أن ينكر أن الآية فيها دلالة على العصمة، فأقر وقال لا محال أن الآية تثبت العصمة. لكن ليس محلي ولا تدخل في هذا الموضوع. باستطاعتي أن آتي لك بآلاف الأقوال على أن هذه الآية تدل على العصمة. أنا عندي الآية ثبتت فيها الطاعة المطلقة فيها العصمة. أهل البيت قالوا أن الآية فيها عصمة، العلماء قالوا عصمة، أما لا عبرة بمن لم يظهر له أو خالف بذلك. لكن مو موضوع الآن، لا تدخلني حتى تخرج من الموضوع. أنا سألت من هم ولاة الأمر عندكم؟ هل النبي وضحهم؟ أنت تقول لي ولاة الأمر عندنا أي شخص. حاكم السعودية ولي الأمر، السيسي ولي الأمر، فلان ولي الأمر. بالله عليكم، هل الله سبحانه وتعالى ينزل آية في قرآنه والنبي ما وضحها؟ هل النبي قال أن السيسي من ولاة الأمر؟ هل النبي قال أن مطلق الحكام من ولاة الأمر؟ لماذا لا تأتي لي بتفسير النبي للآية؟ نحن عندنا أن المعصوم وضح الآية وفسرها وقال ولاة الأمر هم نحن أهل البيت، نحن ولاة الأمر الذين فرض الله طاعتهم عليكم إلى يوم القيامة. أنتم ليس لديكم تفسير من هم ولاة الأمر حتى أنت تفسر من عندك. النبي ماذا قال في الآية؟ هل فسرها بحديث صحيح عندكم؟ هل الله سبحانه وتعالى جعل طاعته كطاعة هذا الحاكم؟ الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل طاعته كطاعة ولاة الأمر في مصاف واحد. هل طاعة الحاكم كطاعة الله؟ هل الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا السيسي أو ملك السعودية؟ هل هذا يعقل بالله عليكم؟ يقول أنه ماذا؟ يقول أرحم خلفائي ما أجابني. عزيزي، أرحم خلفائي هذا كلام عام، الخلافة العامة، لا الخلافة التي نتكلم عنها، لا الإمامة التي نتكلم عنها. هذا كلام عام. نحن نتكلم عن الخلافة والإمامة بمعنى، وأنت تأتي بنصوص بمعان عامة ليس لها علاقة بالأمر، كما تذهب وتفعل بالنسبة إلى مجلس الشورى وغير مجلس الشورى. نحن نتكلم عن ذلك الذي يقوم مقام النبي وله الشرعية من النبي. علي أم أبو بكر؟ فلتثبت ذلك، لا تذهب إلى نصوص أخرى من هنا وهناك. تقول أن الشورى صحيحة، مجلس الشورى انتخبوا ولي الفقيه، لماذا أبو بكر لا تقبل؟ قلت لك لأن أبو بكر لم ينص، لا يوجد هناك دليل. أشكرك يا شيخ مجتبى، أشكرك. أروح للشيخ خالد، لكن قبل ما أروح بس للشيخ خالد احنا عايزين نبعد أن نقحم اسم أي رئيس دولة عربية، لهم جميعا كل الاحترام والتقدير في المناظرة العلمية. هذه مناظرة علمية ليست مناظرة سياسية، فأرجو أن نبتعد عن ذكر أي اسم أي رئيس دولة عربية عندما نتحدث عن خامنئي أو الخميني، هذا لأن يتعلق بصلب الموضوع ويتعلق بمسألة الإمامة، فلا بد ألا نقحم اسم أي رئيس دولة عربية، لهم جميعا كل الاحترام والتقدير. فهذه هي مناظرة علمية وليست مناظرة سياسية. أروح للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد تفضل. حقيقة الرجل لا يريد أن يجيب على ما طرحناه، ولكن أنا سأسأله سؤال. ما دام مصر هو على الدخول في آية أولي الأمر أبشر، ولكن بشرط أن يعني نتجاوز كل هذا ونظل في هذه الحلقة عن طاعة أولي الأمر. السؤال الآن، الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل أولي الأمر هنا الطاعة فيها مطلقة عن الزمان أو مقيدة بزمان؟ تفضل. تفضل يا شيخ مجتبى. أجاوب وقتي، قاعد أسجل. لا مو في وقتك، هذا فهمنا وقتك، هذا فاهمين له. سؤال، مطلقة عن الزمن أو مقيدة؟ تفضل. مطلقة أو مقيدة يا شيخ مجتبى؟ بوقتي.
لا ما في وقتك من سريعا تفضل. بنعم او لا، وبعدين في وقتك بالتفصيل لو حابب. لا نعم لا، راح يبني على كلامي وتصير الإجابة لا، خاطئة هو وتقصون هذا- المقطع. وضح الامور وقتها في وقتك. هذا هو المطلوب. السؤال مطلقة عن الزمان أو مقيدة بزمان؟ تفضل. أجاوب وقتي. يا شفتم يا جماعة، هو الآن السؤال ما أريد أن أجاوب لأنه سينبني عليه السؤال. هل الآية لا هذه كتبت مطلقة عن سؤالك، الزمان؟ كتبته سؤالك لا. كتبته. يا شيخ حسام هذا يضيع الوقت. يا شيخ مجتبى جاوبوا بالتفصيل من وقت الشيخ خالد. هل لديك اي مانع في جوابه بالتفصيل الان عن النقطه التي تحدثت عنها شيخ خالد؟ السؤال عزيزي هو وضح هل وحدة الآية اثنين. هذه مطلقة اتفضل. بمعنى أن أولي الأمر يطاعون في زمن النبي وبعد النبي إلى الآن؟ مثلا علي بن أبي طالب الآن يدخل في كلمة أولي الأمر أم لا يدخل؟ فإذا كان يدخل، الله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا رسول أولي الأمر منكم، هل يجب طاعة علي في زمن النبي؟ تفضل. يلا، هل يجب طاعه علي في زمن النبي؟ عزيزي بوقتي أجاوب. مش محتاجه يا شيخ مجتبى، هي يا اما يجب يا اما لا يجب. تفضل. مو راح يبني سريعاً. إلزام وبعدين تقصون المقطع وتنشروه. لا 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 نهائي. السؤال. ما تتحدث به هو ما يتم نشره فقط لا غير، والحلقه موجوده على اليوتيوب. تفضل. عزيزي سريعاً. مو أنا راح أجاوب جواب، راح يلزمني بجواب يقصون المقطع هو والجواب ليش يحتاج إلى أنت تفصيل. أصلاً؟ يا شيخنا الحلقه كلها موجوده على اليوتيوب. الآن السؤال هل هذه مقيدة بزمان أو مطلقة عن الزمان؟ تفضل. مطلقة، يلا مطلق. مطلقه. إذا يجب طاعة أولي الأمر. كان أولي الأمر عند الشيعة الحسن ولي أمر، والحسين ولي أمر، وعلي ولي أمر، والنبي ولي أمر، فهؤلاء أربعة يحكمون في وقت واحد، صح ولا مو صحيح؟ تفضل جاوب. لا النبي ناطق وهؤلاء صامتون، إمام ناطق إمام صامت. الآن ولي الأمر، كلمة ولي الأمر هذه تشمل الصامت والناطق؟ ولي أمر يقال ولي أمر. مو قلت لك قبل شوية مطلقة، إذا تشمل الصامت هل الله والناطق. أوجب لا، طاعة تشمل يا شيخ ولي خالد، الأمر؟ تشمل الصامت والناطق. إيه، هل الله أوجب على الناس طاعة الصامت؟ نعم. إذا الناس يجب عليهم أن يطيعوا علي بن أبي طالب في زمن النبي، صح؟ نعم ولكنه صامت. إيه، يجب على الناس أن يطيعوه، صح ولا ما يصح؟ لو تكلم نعم. إيه، لا هذه الآية ما فيها قيد. الله أوجب على الناس، نص القرآن أنه يجب على الناس أن يطيعوا علي بن أبي طالب في زمن النبي. شكرا، انتهى وقتك يا شيخ خالد، انتهى في وقتك. زمن له الآن إيه، وقته. أن يطيع الحسين له في الآن زمن وقته يا شيخ خالد يقول فيما يشاء. تفضل. تفضل يا شيخ مجتبى، وقتي الآن. وقتك الآن بدأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أستاذ حسام، مع احترامي للقناة ومع احترامي لكم، ولكن هذا ليس من الإنصاف أن تقول أنه ماذا ندخل الخميني لأنه له ارتباط بالموضوع. كذلك ولاة الأمر أنتم تقولون الحكام وأنا أدخلت السيسي بما أنه له ارتباط بالموضوع من ولاة الأمر، فهذا ليس من الإنصاف أن تدخلوا الخميني ولا ترضوا أن نذكر حاكم سياسي. على لا احنا لا، لحظه واحده يا شباب، وقفوا بس الوقت. احنا عندما نتحدث عن الخميني لانه له علاقه بصلب الموضوع، عن مساله الامامه، ده الموضوع الاساسي اللي بنتحدث عنه، الامامه، وافضل ما نشبه به هو الخميني او خامنئي. أيضا أنا ولاة الأمر يقول أن ولاة الأمر مطلق ولي الأمر، السيسي أفضل ما أشبه به. طيب يعني حتى لا نذكر اسم رئيس جمهورية أو دولة عربية ما ويتم الإساءة إليه بشكل أو بآخر في المناظرة، نحن لا نريد ذلك على الإطلاق، كلهم لهم كل التقدير وكل الاحترام، فبالتالي عايزين من حضراتكم ان احنا ندخل في صلب الموضوع. احنا هذه مناظرة علمية وليست مناظرة سياسية. تفضل. أنا ما أدري إذا ذكرون الخميني عادي، هل ذكر الاسم فيه مسبة؟ على العموم لا نذكر إن شاء الله. إخواني، بالنسبة إلى آية إطاعة أولي الأمر، بالنسبة إلى هذه الآية ليس باستطاعتك أن تجيب على سؤال واحد، والدليل على ذلك سأطرح الأسئلة وأتمنى الإجابة كما أني أجيب. أما بالنسبة تقول لي أجب في وقتي، أنا ما عندي مشكلة أجاوبك وأنا مغمض العين، لأن هذه الأسئلة مللنا منها وكلها نجيب عنها ونحن مغمضين العينين. ولكن لماذا قد أنت تطرح سؤال فأقول نعم مطلقة، فيقول إذا كانت مطلقة فإذا كذا، فالبعض يقطع المقطع وعادة المشاهد ما يسمع الحلقة كاملة فيقول ها أجاب إجابة خاطئة وألزمه وكذا، ولا إلزام ولا هم يحزنون. زين، بالنسبة إلى طاعة أهل البيت، الله سبحانه وتعالى أوجب طاعتهم في آية ولاة الأمر، طاعتهم طاعة مطلقة كل ولاة الأمر. أما تقول لي هل علي بن أبي طالب ولي الأمر والنبي ولي الأمر، هل طاعة النبي واجبة، علي طاعته واجبة؟ أقول لك نعم، طاعة علي واجبة، طاعة النبي واجبة، طاعة الحسن واجبة، طاعة الحسين واجبة. ولكن الطاعة الناطقة تكون لمن؟ النبي هو ولي الأمر في هذا الوقت، هو الذي يتكلم، هو طاعته التي تجب، إمامته الناطقة. أما هؤلاء تجب طاعتهم ولكن هم صامتون. نحن عندنا في الأخبار إذا اجتمع إمام في وقت، إمام ناطق إمام صامت، فهؤلاء تجب طاعتهم.
ولكن صامتون. النبي هو الناطق، النبي هو الذي يتكلم. زين، تقول لي لو تكلم هل وجبت طاعته؟ إذا تكلم بأمر من النبي فتجب طاعته. زين، إذا تقول لي هنا يلزم من ذلك أنه يكون هناك قولان، أقول لك لا يلزم ولا هم يحزنون، لأن قولهم قول واحد هو قول الله. هاي اختصرت لك إياها حتى ما تجيبين بعد. زين، أنا سؤالي الآن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن عندنا أن طاعة لولاة الأمر وهم الأئمة، الله أوجب طاعتهم وإمامتهم على كل الخلق إلى يوم القيامة. آية واضحة صريحة محكمة تدل على أن هناك ولاة للأمر بعد النبي. من هم ولاة الأمر؟ أهل البيت قالوا نحن ولاة الأمر الذين نص الله علينا في كتابه، هم الذين يحكمون بعد النبي. أنتم من ولاة الأمر؟ لا تعرفون. تقول كل الحكام، مطلق الحكام إلى يوم القيامة. هل الآية تقول أن طاعة ذلك الحاكم إلى يوم القيامة مثلا في وقت لا تعتبر هذه المسألة إساءة؟ أنا إطلاقا لا أسيء ولا أريد أن أسيء. مثلا يزيد حكم أم لم يحكم؟ يزيد حكم. هل الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يقول الطاعة المطلقة لله وللرسول وليزيد؟ أنا لا أدري. أنت تقول لكل الحكام، حكم ولا ما حكم؟ حكم. فإذا كيف الله من فوق 7 سماوات يأمر بطاعة مطلق الحكام؟ أنت بنفسك ألزمت نفسك، قلت الطاعة لمطلق الحكام، ليس لدينا أسماء. شكرا. الطاعة المطلقة لكل حاكم. أشكرك يا شيخ مجتبى. تفضل يا شيخ خالد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الآية الكريمة هو يقول على أن الآية الكريمة مطلقة من حيث الأفعال، لكن مقيدة عنده برواياتهم صامت، ناطق، تقسيم. يعني هو يأتي إلى الآية الكريمة ويستدل بإطلاقها على وجوب الطاعة المطلقة، وهذا أتى بها من كيسه هو الطاعة المطلقة. إذن السؤال، إذا كانت الآية الكريمة هي مطلقة في الزمان وأنت قيدتها برواياتكم أنتم التي لا نؤمن بها وليس لنا علاقة بها، وتريد أن تلزمنا بما فهمته أنت من إطلاق الأفعال، مع أننا نحن عندنا في رواياتنا نحن على أن الحاكم لا يطاع طاعة مطلقة أبدا، ولا يوجد عندنا شخص، هكذا أبشرك، لا يوجد عندنا شخص يطاع طاعة مطلقة، لا حاكم ولا عالم ولا أحد. إنما الطاعة المطلقة عندنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الله يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل أن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل وقيده بلفظة الرسول، وغيره غير الرسول غير النبي لا تكون طاعته مطلقة أبدا. هذا أقولها لك. إذا السؤال هو هل هذه الآية الكريمة تشمل من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شخصا ولاية سرية أو جيش، هل يجب طاعته بما موجب هذه الآية الكريمة ولا لا؟ هل يشمله وتدخل هذه الآية الكريمة تشمله أو لا؟ تفضل يا مجتبى. تفضل يا شيخ مجتبى. إذا ولاه على الجيش هذه باعتبار أنه أطاع النبي ما أطاع ذلك الشخص لنفسه. أو ولاه سرية أو ولاه منطقة معينة، هل يجب طاعته بموجب هذه الآية ولا لا؟ من تسأل سؤال اعطيني حدود حتى أجاوب وإلا أجاوب بوقتي. لا، السؤال هو النبي ولى شخصا ولاية معينة في زمانه، هل يشمل طاعته بهذه الآية ولا لا؟ الطاعة لذلك الذي ولاه تعتبر طاعة للنبي. هل يجب طاعة ذلك الشخص أو لا يجب؟ باعتبار أن النبي لا بد من طاعته فيطاع لأن النبي أمره. ما هو يجب طاعتك أنت إذا أمرت بطاعة، إذا قلت لنا قال رسول الله كذا يجب طاعتك سواء ولاك النبي أو لم يولك. نحن الآن نتكلم عن من ولاه النبي، هل يطاع في حدود ولايته أم لا؟ تفضل. باعتبار النبي قال أطيعوه فطاعتنا للنبي تكون. يا شيخ ولاه ولاية، هل يدخل في الآية الكريمة هذه ولا لا؟ أنا سؤالي هل يدخل تشمل هذه الآية الكريمة ولا ما تشمله؟ سؤال. تفضل. يعني هل هو من ولاة الأمر؟ هل يدخل تحت هذه الآية الكريمة ولا ما يدخل؟ باعتبار أن النبي داخل في الآية فطاعة هذا الشخص طاعة للنبي. يا رجل أنا أسألك عن أولي الأمر، هؤلاء يشمل الذين في زمن النبي أو لا؟ من ولاه النبي يجب طاعته لأن طاعته طاعة للنبي. تشمل الآية الكريمة ولا ما تشمله؟ تشمل أو لا يا شيخ مجتبى؟ جوابي واضح حتى الهندوسي يفهم. لا ما هو واضح. هل الآية الكريمة تشمله ولا لا تشمله؟ طيب خلينا نروح له يجاوب بالتفصيل، تشمله أو لا تشمله يا شيخ مجتبى؟ معك الوقت الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني شاهدوا، هو يقول أنه ماذا؟ أنه ليس عندنا شخص طاعته مطلقة إلا النبي صلى الله عليه وآله. إذن أنت تثبت العصمة للنبي صلى الله عليه وآله، وإذا كان النبي طاعته كطاعة الله في كل شيء كما أنت ألزمت نفسك. قلت أن طاعة النبي في كل شيء لأن طاعته كطاعة الله. إذن كيف تقولون أن النبي معصوم فقط بالتبليغ؟
إذا الله جعل طاعة النبي كطاعته في كل شيء، إذن النبي معصوم في كل شيء، في التبليغ وفي غير التبليغ، وهذا الذي يقتضيه وهذا الذي يثبت في الكتاب والسنة. أما تقول أنه لا غير معصوم، فقط معصوم بالتبليغ، إذن كيف قبل قليل تقول أنه معصوم في كل شيء وطاعته كطاعة الله؟ هذه نقطة. النقطة الثانية سؤالي، جاوب على سؤالي مثل ما قاعد أجاوبك، ممكن تجاوبني. سؤالي أنه أنت تقول أنه ليس لدينا طاعة لحاكم غير النبي صلى الله عليه وآله. زين، بما أنك قلت هكذا، فمتى يتم التنازع مع الحاكم؟ متى تكون الطاعة ليست للحاكم؟ يعني متى يخالف الحاكم؟ متى نخالف الحاكم؟ هل إذا ارتكب معصية؟ هل إذا تنازعنا معه؟ متى تتم مخالفة الحاكم؟ يعني أنت تقول لا طاعة مطلقة للحاكم، المخالفة متى تكون عندكم؟ نحن عندنا طاعة ولاة الأمر، طاعة النبي مطلقة، أنتم تقولون لا، نحن الحكام طاعتهم ليست مطلقة، متى تتم المخالفة؟ متى يجوز لنا أن نخالفه؟ السؤال الثاني، ألزمت نفسك وقلت أن المعصوم طاعته، أن النبي طاعته كطاعة الله، فكيف تقولون أنه غير معصوم عصمة مطلقة فقط بالتبليغ؟ هل ناقضت نفسك؟ السؤال الذي بعده الذي أنت طرحته، قلت لي أنه هذا الذي ولاه النبي، مثلا ولاه على سرية، هل هذا الشخص من ولاة الأمر؟ أقول لك لا ليس من ولاة الأمر، ولاة الأمر هم النبي والأئمة الاثنى عشر، ولكن هذا الذي ولاه عندما نطيع ذلك الشخص، لأن النبي أمر وأوجب طاعته في هذه المسألة التي ولاه فيها، فعندما نطيعه نطيع النبي بهذا الخصوص، النبي أرسله في هذه الغزوة مثلا، فعندما نطيع ذلك الشخص باعتبار طعنا ولي الأمر ألا وهو النبي، لا لشخصه هو، لأن الله أوجب طاعته. أهل البيت لأشخاصهم هم، الله أوجب طاعة النبي وطاعة ولاة الأمر. أما هذا الشخص لأن النبي سمح له وأوجب طاعته بخصوص هذه المسألة، وجبت طاعته في هذه المسألة، لا لأنه ذاته هو له الطاعة المطلقة وهو من ولاة الأمر. الجواب واضح جدا. أما أنه تقول الآية قيدتم الآية إمام صامت إمام ناطق، ما قيدنا الآية قالت أطيعوا ولاة الأمر. من هم ولاة الأمر؟ علي ولي الأمر، الحسن ولي الأمر، النبي ولي الأمر، كلهم لهم الطاعة. لكن من الذي يتكلم؟ الأحاديث وضحت، الآية قالت أن الطاعة تكون لهؤلاء، ونحن نفذنا كلام الباري أطعنا هؤلاء. ولكن من الذي يقدم قوله؟ الروايات وضحت، قالت أنه إذا اجتمع إمامان شكرا يا شيخ مجتبى، انتهى الوقت. الآخر ناطق. لك التعليق يا شيخ خالد، معك 3 دقائق من الآن. هو لم يجب على سؤالي، شرق وغرب إذا عندنا، شوف يا أخي حسام، خلي سأتكلم معك. الآية الكريمة نصت على 3 أشياء: أطيعوا الله 1، أطيعوا الرسول 2، ولي الأمر منكم 3، صح ولا لا؟ نعم. جميل. الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يا مجتبى يشملهم الخطاب هذا ولا لا؟ الآية هل وجه الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا الخطاب في الآية يشمل الذين في حياة النبي ولا لا يشملهم؟ تفضل. يشملهم ولا لا يا شيخ مجتبى؟ نعم يشملهم. نعم يشملهم يا شيخ خالد. أيوة جميل. مجتبى الآن أقر أنه يشملهم، لكن مجتبى يقول في زمن النبي الطاعة الاثنين بس فقط، الله والرسول. أولي الأمر هذا لا يوجدون أصلا أن يطاعوا في زمن النبي، وإنما يطاعون بعد النبي. إذا أولي الأمر هؤلاء لا يطاعون في زمن النبي باعتبارهم ولاة أمر، لأن النبي هو ولي الأمر في زمانه. عندنا الآن في زمن النبي وحياته الطاعة لله والطاعة للرسول، أما أولي الأمر لا يطاعون في زمن النبي لأنهم صامتون كما يقول، وإنما يطاعون بعد النبي. إذا على مقتضى كلام مجتبى تصبح الآية هكذا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بعد وفاة النبي. سيصبح تقدير الآية هكذا. لماذا سألته هل الآية مطلقة في الزمان أم لا؟ سيصبح على كلام الشيعة عموما وعلى كلام مجتبى أن في زمن النبي إنما يطاع 2 بس، الله والرسول، وأما أولي الأمر لا يطاعون في زمن النبي. ولهذا سأكرر: هل أولي الأمر يطاعون في زمن النبي باعتبارهم أولي أمر أم لا؟ تفضل. تفضل يا شيخ مجتبى. أجاوب بوقتي. لا في وقتي أنا، تفضل. مو أنت الآن لبست على المشاهد وقولتني ما لم أقل، شلون يصير الآن هيك؟ وضح الآن سؤال: هل الآية الآن يجب في زمن النبي أن يطاعوا 3 أو 2 بس؟ أنت الآن قلت أن الطاعة تكون فقط لله والنبي وولي الأمر، وهؤلاء بعد وفاة النبي. أنا متى قلت هكذا؟ في زمن النبي ولا لا؟ سؤال جاوب. أنا قلت الطاعة في زمان النبي للجميع. يا رجل اسمعني، لا تضيع الوقت. هل يطاع في زمن النبي باعتباره ولي أمر؟ حتى ما تدلس علي بوقتي أجاوب.
هل يطاع أو لا يطاع يا شيخ مجتبى؟ يطاع أو لا يطاع؟ في زمن النبي باعتباره ولي أمر؟ الطاعة في زمن النبي لكل ولي من أولياء الأمر. هل يوجد في زمن النبي ولي أمر يجب على الناس طاعته؟ أي ولي أمر في زمن النبي وجب على الناس طاعته. أيوة، غير علي والحسن والحسين في أشخاص آخرين ولا لا؟ بقية أهل البيت إذا كانوا موجودين يجب طاعتهم. هل هذه الآية الكريمة إذا كنت تقول علي والحسن والحسين هم ولاة الأمر ويجب على الأشخاص الذين في زمن النبي طاعتهم باعتبارهم ولي أمر، هنا يلزم وجود 4 أئمة، يكون النبي ولي أمر، ويكون الحسن ولي أمر، ويكون الحسين ولي أمر، ويكون النبي ولي أمر. عندنا 4. إذن هؤلاء أصبحوا شركاء النبي. شكرا يا شيخ خالد. النبي ليس هو الحاكم وحده. لك التعليق يا شيخ مجتبى في وقت الكلام. شكرا يا شيخ خالد. تفضل يا شيخ مجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عجيب يقولني هل هكذا أم هكذا؟ إذا أجاوب يقولني ما لم أقل ويبني عليه. أنا متى قلت أن الطاعة في حياة النبي تكون فقط لله وللنبي أو لعلي؟ لا، الطاعة على عهد النبي لكل ولاة الأمر. الطاعة تكون للنبي وطاعة علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأهل البيت لو كانوا أيضا الطاعة لهم. ولكن هل اقتداء وهل يؤخذ الكلام من كل ولاة الأمر؟ لا، إمام صامت إمام ناطق. الله بين أن الطاعة تكون لكل ولاة الأمر، فنحن نطيع كل ولاة الأمر في حياة النبي وأيضا طاعتهم بعد حياة النبي. ولكن في حياة النبي الأئمة صامتون بوجود النبي، إمامة النبي هي الإمامة الناطقة، وهؤلاء صامتون ولكن طاعتهم واجبة. طاعتهم واجبة. لو تكلم أمير المؤمنين طاعته واجبة، ولكن هو لا يتكلم بوجود النبي لأن النبي موجود، فولي الأمر الناطق موجود، فهذا صامت. إذا اجتمع إمامان أحدهما ناطق الآخر صامت. الإجابة واضحة ليس فيها أي لبس. لا أدري يعني متى ستجيب على أسئلتي. قبل قليل أقول إذا لم يجب فليأتوا بشخص آخر يجيب يقول إساءة. أين الإساءة؟ أنت تطرح الأسئلة، لماذا لا تجيب على أسئلتي التي أقوم بطرحها؟ أنا طرحت الأسئلة ووضحت وقلت، ولكن لا يوجد. الحلقة الأولى انتهت ولم يجب على أي سؤال، الحلقة الثانية ستنتهي ولا يوجد أي سؤال. أنا أسئلتي إخواني أعزائي قلت أنه الله سبحانه وتعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء المحسودون عندنا الأئمة حسدوهم على الإمامة. من هؤلاء المحسودون عندكم؟ بكلام النبي. هل النبي ما وضح القرآن؟ 2 بكلام النبي. من هم ولاة الأمر عندكم الذين بينهم النبي؟ هل النبي رحل من الدنيا وما وضح القرآن؟ ما وضح من هم ولاة الأمر؟ ما نص عليهم؟ أنت تقول لا، مطلق الحكام. مطلق الحكام. هل الله سبحانه وتعالى جعل إطاعة مطلق الحكام كطاعة الله؟ أنت قلت لا، الحاكم ليس طاعته كطاعة الله، فقط النبي طاعته كطاعة الله. قلت لك إذا قلت بهذا القول وجعلت طاعة النبي كطاعة الله، إذن النبي معصوم في كل شيء لأن طاعته كطاعة الله، فلماذا ترفضون العصمة المطلقة للنبي؟ لا يوجد جواب. قلت لك متى يكون التنازع مع ولي الأمر؟ أنت تقول نحن لا نطيع ولي الأمر الحاكم في كل شيء. متى يكون التنازع معه؟ متى تكون طاعته واجبة ومتى تكون غير واجبة؟ هل سمعتم إلى إجابة؟ لا يوجد. أنا أقول الله يقول فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما. ما المراد بالملك هنا؟ نحن عندنا أن الملك هنا أعطاه الكتاب وأعطاه الملك. إذن سياسة الدين والدنيا ما يحتاجون إليه في أمور الدين والدنيا. إذن الإمامة ثبتت لهؤلاء الذين لهم الملك يرجعون إليهم في أمر الدنيا وفي أمر الدين باعتبار أنهم أورثهم الكتاب جعل لهم علم الكتاب. أنتم ماذا تقولون؟ ما المراد هنا بالملك؟ ما المراد هنا بالملك؟ أنا أقول الملك هو سياسة الدنيا، أي الإمامة ثبتت له باعتبار له الملك. شكرا يا شيخ علم زكوش. الكتاب. شكرا. اتفضل يا شيخ خالد. هو بيقول لك لو تكلم علي طاعته واجبه لكنه لم يتكلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. أخي الحبيب والمشاهد الكريم، خزعبلات الشيعة صامت ناطق هذه خلى يصمت عنها ولا ينطق. نحن نتكلم عن القرآن الكريم. هل القرآن الكريم قال ناطق وصامت؟ كونك تحتج علي برواياتك لا قيمة لها عندي ولا تساوي تلس. صامت ناطق هذا أنا أتكلم معك عن القرآن الكريم. إذا كنت أنت تحاججني إلى القرآن الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أنا أحاججك إلى القرآن. إذا كان القرآن الكريم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل هذا أولي الأمر الآية هذه معطلة في زمن النبي؟ بمعنى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطاع إلا الله والرسول فقط. إذا معناه أن الخطاب الموجه في هذه الآية الكريمة لعموم المؤمنين لا يشمل الذين في زمن النبي.
وإنما يشمل من بعد النبي. إذا معناه أن الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا كانت خاصة بأئمة الشيعة وبالمعصومين، فالمعصومون في زمن النبي لا يجب طاعتهم. إذا وإذا قال يجب طاعتهم معناه أصبحوا شركاء النبي. إذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الحاكم الوحيد، أصبح علي حاكما، وأصبح النبي حاكما، وأصبح الحسين حاكما، وأصبح الحسن حاكما. يصبح معنا 4 ولاة أمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كونه هو يفسر بصامت ناطق هذا ما لي علاقة به أنا، هذا ليس له أي دخل في الموضوع. إذا كان الخميني، إذا كان الخامنائي يقول، وهو كما أنكر قال أنه لا يجب طاعة الفقهاء، يقول هنا الخامنائي طبقا للفقه الشيعي يجب على المسلمين جميعا إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة عن ولي أمر المسلمين وتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام. يعني الخامنائي ينص على أنه الفقهاء الذين أشارت إليهم الروايات الشيعية أنهم يصلحون أن يكونوا ولاة أمر، لكن إذا تنصب واحد الباقون يجب على الناس أن يطيعوهم حتى على الفقهاء، وهو قال لا يدري لأنه لا يدري حتى بكتبه. إذا السؤال هو إذا كانت هذه الآية الكريمة تنص على وجوب طاعة أولي الأمر، فإما أن تشمل هذه الآية الكريمة ولاة الأمر الذين كانوا في زمن النبي، إذا بطل أن يكون المقصود به ولاة الأمر الشيعة. وإذا كانت هذه الآية الكريمة لا تشمل من له الولاية الخاصة أو من لهم الولايات الصغرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم أن الآية كانت معطلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا آصف محسني وهو أحد علماء الشيعة ومن تلاميذ الخوئي لما تكلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال في تفسيرها قال فكل من ثبتت ولايته شرعا على المسلمين سواء كانت ولاية عامة أو خاصة على جميع المسلمين أو بعضهم فيجب طاعته على المولى عليهم. إذا هنا السؤال، إذا الآصف محسني يقول أنها تشمل الولايات الصغرى والولايات الكبرى. إذا السؤال لا يزال قائما ودندنته بأمور أخرى، وأيضا تقويله كطاعة الله. أنا ما قلت، إنما قلت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى، فهي طاعة مطلقة، ولم أقل أنها كطاعة الله، وإنما قلت أن الله سبحانه وتعالى اعتبر أن طاعة النبي شكرا لك يا شيخ خالد. طاعة له لأنها طاعة مطلقة. بعد الفصل، قبل الفصل كان الشيخ خالد الوصابي ضمن حديثه طرح عليك بعض التساؤلات فيما يعني يتعلق بالنقطة الفاصلة عن الإمامة. قال بالتحديد هل القرآن الكريم قال ناطق وصامت؟ قال الشيخ خالد الوصابي أيضا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل هذه الآية معطلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في زمن النبي لا يطاع إلا الله والرسول فقط، وهذا معناه أن الخطاب الموجه لعموم المؤمنين لا يشمل الذين موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تعليقك ومعك الوقت الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني شاهدوا، الحمد لله الذي نصرنا وأبطل حجج من خالفنا. ماذا يقول؟ يقول لا يأتي لي بإمام صامت وإمام ناطق. لماذا؟ لأنه يطرح علي السؤال لا بد أن أجيب من منطلق شيعي على الذي نعتقد به، هو هنا حتى يبطل الاعتقاد الذي نحن نعتقد به. فطرح علي هذا السؤال: هل تجب طاعة كل الأئمة الذين في زمن النبي؟ قلت له نعم، الآية بيّنت وجوب طاعة كل الأئمة. زين، الأحاديث وضحت عندنا بالنصوص الصريحة الواضحة الصحيحة كلام المعصوم عندنا هو كلام الله، لا فرق بين القرآن الكريم الذي هو كلام الله وكلام المعصوم الذي يصح، لأن كلام المعصوم هو كلام الله. فالقرآن الكريم وضح أن الطاعة لولاة الأمر. أهل البيت قالوا ووضحوا، والنبي وضح، والأئمة وضحوا عندنا بالنصوص الصريحة الواضحة القطعية أنه إذا اجتمع إمامان أحدهما صامت والآخر يكون ناطق. هذا ما ألتزم به. سألني سؤال أجبت من منطلق شيعي كما أعتقد، فبهت ذلك الشخص فبدأ يتجاوز لأنه حيلة العاجز، يقول هذه خزبة علات الشيعة وهذه دندنة وليس لنا الغرض بدندنته. أنت تطرح سؤال على الاعتقاد الشيعي وألجمتك بالجواب. ماذا أفعل لك إذا كان هذه هي قوة اعتقادي؟ أجبت من منطلق شيعي وأبطلت قولك. زين، أنا طرحت أسئلتي، لكن المقدم الأستاذ حسام مع احترامي يكرر أسئلة الأستاذ خالد ولا مرة ألزمه بأسئلتي. أنا طرحت أيضا أسئلة، لماذا لا يجاب عنها؟ طرحت هذا السؤال، قلت لك الله سبحانه وتعالى وضح وبين أن طاعة تكون لولاة الأمر. نحن عندنا أن ولاة الأمر هم الأئمة، أنت تقول نحن عندنا مطلق الحكام. زين، من هو ولي الأمر الآن في الآية؟ من هو ولي الأمر الآن في وقتنا؟ ولي الأمر الذي ترجع إليه في الآية الذي طاعته التي أشار إليها الباري. زين، هذه النقطة الأولى. السؤال الأول: من هو ولي الأمر الذي تجب طاعته في الآية عندك الآن؟ زين، السؤال الثاني: ما محدودية طاعة ولاة الأمر؟ يعني متى يصح لنا أن نخالف ولي الأمر؟ متى؟
متى تصح مخالفته؟ السؤال الثالث، أنت تقول أنه أنا لم أقل أن طاعة النبي مطلقة. أنت في بادئ الأمر هل ناقضت نفسك؟ هل تناسيت؟ قلت أنه نحن ليس عندنا أن طاعة الحكام طاعة مطلقة، نحن طاعة فقط تكون للنبي صلى الله عليه وآله، طاعته كطاعة الله، هسه طاعته من طاعة الله أيضا. الآية توضح أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واو العطف تقتضي ماذا في اللغة العربية؟ تقتضي المغايرة باللفظ، أي أن الله غير الرسول باللفظ، وتقتضي الاشتراك في الحكم، يعني أن طاعة الله كطاعة الرسول، طاعة الرسول في نفس الحدود، طاعته مطلقة، كما أن الله طاعته مطلقة كذلك طاعة الرسول مطلقة. فكيف تقول أن طاعة الرسول ليست مطلقة كطاعة الله ويصح أن نخالف حتى الرسول؟ الله أكبر. الله شكرا يا شيخ مجتبى. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي وأنقل أسئلتك للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، الشيخ مجتبى سألك وقال لك من هو ولي الأمر الذي ترجع إليه أنت في هذه الآية، ومتى يصح مخالفة ولي الأمر؟ من اختاره المسلمون واتفقوا على أن ولي الأمر، كلمته مرارا وتكرارا، هو ولي أمر المسلمين من كان يمسك زمام الأمور وطاعته ليست مطلقة. هذه طاعته ليست مطلقة. إذا كان يلزمني هو بروايات الصامت والناطق، إذا أنا سألزمه برواياتنا نحن التي في كتبنا تقول على أن ولي الأمر إنما يطاع في المعروف، ليست له طاعة مطلقة. وأما قوله أنني قلت أن طاعة النبي ليست مطلقة، هذا كذب. هو الآن كذب علي أمام الناس، مع أنني قلت طاعة النبي هي طاعة مطلقة، لكن ليست مثل طاعة الله عز وجل. فطاعة الله عبادة وطاعة النبي ليست عبادة. ما يجوز لك أن تقول أن طاعة النبي هي مساوية لطاعة الله من كل الوجوه. هذا كلام تكرر مرارا، أننا لا نقول به، وإنما نقول طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة مطلقة، ونكررها تكرار، ولا يجوز مخالفة النبي. أنت قولتني وكذبت علي أنني قلت على أننا يجوز نخالف النبي، هذا يعني أكثر من مرة يقولني ما لم أقل. إذا كنت تلزمني برواياتك، أما تقول أنا سألتك عن اعتقادك، إذا كنا في برنامج فتاوى ونسألك عن اعتقادك لك ذلك، إذا أنا سأسألك سؤالا، هو هل أهل البيت هم، اكتب عندك يا شيخ حسام معي، هل أهل البيت هم ولاة أمر بعد موتهم أم إنما يكونون ولاة أمر في حياتهم؟ هذا السؤال الأول. هو سأل من هو ولي الأمر، قلنا له الذي ينتخبه المسلمون ويختاره المسلمون. إذا السؤال هو من هو ولي الأمر في زمن النبي؟ هذا الآن أريد جوابه. السؤال تفضل الشيخ مجتبى، من هو ولي الأمر في زمن النبي؟ تفضل. سجلته وأستاذ حسام أيضا سجله. لا أنا أريده لأني سأبني عليه سؤال. من هو ولي الأمر في زمن النبي؟ تفضل سريعا. النبي هو النبي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر. إذا بطل كل استدلالاته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر، هل يدخل النبي في قوله أولي الأمر أو لا يدخل؟ تفضل. نعم يدخل. إذا جميل، انتهى. ما كل الذي بنيته هدم، انتهى. لأن كلمة أولي الأمر ليس المقصود بأئمة الشيعة، بل قد يدخل النبي عليه الصلاة والسلام فيه باعتباره ولي الأمر. إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في لفظة أولي الأمر، بطل أن يكون المقصود به هم أئمة الشيعة، لأننا نقول أنه إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في أولي الأمر، معناه أن كلمة أولي الأمر هنا ليست خاصة بأئمة الشيعة، وهذا أمر مهم جدا. السؤال الآن، هل يكون الشخص ولي أمر في وقت دون وقت؟ تفضل. تفضل يا شيخ مجتبى. طاعته. هسه هذا المقطع اللي جاوب به راح تقصوه وتنشروه، هذا مو صحيح، اجاوب وقتي. لحظة، هل يكون الشخص ولي أمر في زمن وفي زمن ثاني ليس ولي أمر؟ تفضل. اجاوب وقتي، راح تقصون ذني المقاطع ويصير تلبيس على عندي أمر أبني عليه. تفضل. أنت ابني وبعدين طيب. ابني. الوقت معك الآن، اتفضل. الوقت معك الآن. من ضمن الأسئلة أيضا اللي طرحها الشيخ خالد، هل أهل البيت هم ولاة أمر بعد موتهم أم في حياتهم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني، يعني انا اعجب من كلامه. اسئلتي يجيب عنها بعمومات حتى لا يتضح شيء للمشاهد. انا اقول له الله يقول اطاع لي ولاة الامر. من هم ولاة الامر؟ من هو ولي الامر عندك؟ يقول ما اتفق عليه المسلمون. يابا انطيني اسم، من الذي اتفق عليه المسلمون؟ من الذي ترجع اليه الان؟ من هو ولي الامر عندك الان؟ انطيني اسم، فلان هو ولي الامر عندنا، هو الذي نرجع اليه. انطيني اسم، لا تقول لي ما اتفق عليه. هل الايه معطله ام هناك من اتفقوا عليه؟ هل الآية عطل؟ لا أدري. من هو ولي الأمر عندكم الآن؟ تقول من اتفق؟ من الذي اتفقوا عليه؟ طيب فلان بالاسم. ليش عقيدتك غامضة ومو صريحة؟ زين، يقول أنه كيف يلزمني إمام صامت إمام ناطق؟ إذا ألزمني أنا ألزمه بأحاديثي. أنا متى ألزمتك؟
عزيزي حاول أن تفرق بين الإلزام وبين الإجابة من منطلق شيعي. أنت طرحت علي هذا السؤال كشيعي فأجبت من منطلق شيعي على عقيدتي، ما ألزمتك بهذا النص. أنت أردت أن تبطل اعتقادي، ألزمتني بشيء فأبطلت ذلك الإلزام باعتقادي، ما احتججت عليك بهذا النص، مجرد أبطلت ذلك الذي ألزمتني به، ما احتججت عليك. فلا يحق لك أن تحتج علي بالذي عندك. متى ما احتججت عليك بالذي عندي فلتحتج علي بالذي عندك. أنا الآن عندما أطرح عليك سؤال من هم ولاة الأمر عندك في الآية، تجيب من منطلق ما يسمى بأهل السنة. خب لا تجيب من منطلق شيعي. زين إخواني، هذا سؤالي الأول، من هم الذين اتفقوا عليه؟ من ولي الأمر الآن الذي ترجع إليه؟ السؤال الثاني الذي ما أجاب عليه، ما هي محدودية طاعة ولي الأمر؟ ما هي محدودية طاعته؟ متى يخالف؟ متى يصح أن نخالفه نرد عليه؟ ما محدودية الطاعة؟ جاوب. زين يقول أنه ماذا؟ يقول هل أهل البيت ولاة الأمر في حياة النبي أم بعده؟ أنا قلت لك أن ولاة الأمر في حياة النبي هم الأئمة، لو كانوا كلهم في حياة النبي كلهم المراد منهم هم ولاة الأمر، ولكن إمام صامت إمام ناطق، النبي هو الناطق، هؤلاء صامتون. تبدأ مدة إمامة هؤلاء بعد رحيل النبي فردا فردا. أما هنا واجب الطاعة، لكن هو لا ينطق بحضور النبي لأن النبي هو الذي ينطق. لكن العجيب والمصادفة الذي تعجبت من هذا الجواب، يقول لي هل النبي يدخل في لفظ أولي الأمر؟ أجبت نعم. قال الله أكبر، إذا كان النبي يدخل في ولاة الأمر إذا ماذا؟ إذا أنه ولاة الأمر لا يكونون هم الأئمة. وهذا المقطع راح يقصوه وينشروه، البعض لا يشاهد الحلقة كاملة ويظن أنه أفعلني أو ألزمني بشيء، لم يأتي بشيء. الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل رسول الله من ولاة الأمر؟ إذا قلت أن رسول الله ليس من ولاة الأمر إذا أنت تعتقد أن الرسول ليس من ولاة الأمر، غير واجب الطاعة. رسول الله من ولاة الأمر، ولاة الأمر النبي والأئمة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره من باب ذكر الخاص مع احتواء العام عليه. شكرا. مدارس شكرا. اتفضل يا شيخ خالد، معك التعليق. شوف أخي الحبيب، هو قال أنه ذكر عقيدته لإبطال إلزامي، وأنا سأذكر عقيدتي لإبطال إلزامك. فعندنا نحن روايات على أن أولي الأمر الذين ينتخبهم المسلمون هم طاعتهم مقيدة وليست مطلقة، إذا بطل إلزامك. فإذا كانت رواياتك أنت تبطل إلزامي فرواياتي أنا تبطل إلزامك، والسلام عليكم ورحمة الله. أما سؤالي هل أهل البيت هم ولاة أمر بعد موتهم، حرف السؤال 180 درجة وأجاب عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإلزام الذي ما استطاع أن يخرج منه، هل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في أولي الأمر؟ هو مرة يقول نعم ومرة يقول لا، ومرتبك في هذا الأمر. إذا السؤال هل أنت الآن عندك من ينوب عن المهدي في الحكم السياسي في عصر الغيبة أم لا؟ يعني بمعنى هل المهدي أمرك أن تتحاكم في زمن غيبته إلى نائب له في الحكم أم لا؟ تفضل، أنا أريد الآن. تفضل حبيبي، جاوب على أسئلتي طرحتين. جاوب. لا لحظة، جاوب على سؤالي. تفضل. هل المهدي الآن أمرك يا شيخ مكتبة، هل المهدي الآن أمرك بالرجوع إلى من يحكمك أم لا؟ تفضل حبيبي، جاوبني على أسئلتي الخمسة. لحظة، ما هو سؤالك الآن؟ شوف يا شيخ الآن الوقت مع الشيخ خالد، بعد إذنك يا شيخ مجتبى، الآن الوقت مع الشيخ خالد الوصابي وهذا من وقته. اعطيني من وقته وأنا أجيب على جميع الأسئلة. تفضل، اعطيني من وقته مثل ما أنا أعطيه. شنو هسه؟ يلا يا شيخ مجتبى، وقفوا الوقت يا شباب لحظة، لك الحق يا شيخ مجتبى انك انت تطرح اسئلة على الشيخ خالد الوصابي في وقتك، وسيجيب عليك الشيخ خالد الوصابي بكل اريحية وبالتفصيل اذا احببت. تمام؟ لا عزيزي انا بوقتي اطرح اسئلتي وبوقتي يجاوب على اسئلتي. طيب خلاص، الان انا هذا سؤالي الان هو يا شيخ وقت الشيخ خالد الوصابي شغال الوقت يا شباب، رجعوه بعد اذنك. اتفضل. طيب السؤال هو المهدي هل امرك ان ترجع الى اناس يحكمونك في زمن الغيبة ام لا؟ تفضل عزيزي، جاوب على اسئلتي. شو وقت راح تجاوب؟ طب جاوب على هذه الاسئله وسيجيب على هذه اسئلتك في وقتك. اتفضل. خلاص في وقتك انت سأجيب على اسئلتك مثل ما افعل. السؤال الان هل المهدي امرك بالرجوع الى من يحكمك في عصر الغيبة ام لا؟ تفضل جاوب على اسئلتي سريع يا رجل، جاوبني على سؤالي. لا حول ولا قوة. يا شيخ مجتبى احنا كده بنضيع الوقت على الفاضي، المشاهد ما بيستفدش اي حاجه. هل المهدي أمرك أن ترجع إلى من يحكمك في عصر الغيبة أم لا؟ تفضل.
لا لم يأمر. تفضل جاوب على أسئلتي. لا أيوة. لم يأمر. إذا جميل، إذا جميل جدا. هل المهدي يحكمك في عصر الغيبة؟ عزيزي أسئلتي شو وقت تجاوبهن؟ يا رجل، هل المهدي يحكمك في عصر الغيبة يا شيخ مجتبى؟ الإمام في عصر الغيبة أرجعنا إلى الفقهاء. تفضل. أرجعهم إلى الفقهاء. ها يحكمونك في عصر الغيبة؟ هاي شلون بلوى؟ جاوب على أسئلتي، أنا جاي أسجل أسئلتك. أنت تتناقض. قبل قليل قلت لا، ما في عندك من يحكمك في عصر الغيبة، ولتقول الآن المهدي أرجعك إلى الفقهاء يحكمونك في عصر الغيبة. سؤال، حدد الموقف. هل المهدي أمرك أن ترجع إلى من يحكمك في عصر الغيبة أم لا؟ يلا دلوقتي وقتك يا شيخ مجتبى، تفضل بالتفصيل. وقتي زين. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اسئلته بسيطه واصغر طالب علم يجيب عنها. ولك الحق ان تطرح اسئلتك الان، لك الحق ان تطرح اسئلتك ويجيبك فورا، لسه الوقت ما بداش. وقفوا الوقت لحظه يا شباب. لك الحق بعد اذنك يا شيخ خالد. على السؤال تفضل يا شيخ خالد بعد اذنك لو سمحت. يا شيخ مجتبى لك الحق ان تطرح الان الاسئله على الشيخ خالد الوصابي بعد ان تجيبوا على السؤال اللي هو طرحه. جاوب على اطرح الاسئله وسيجيبك الشيخ خالد الوصابي فورا مباشره. تفضل، هات الأسئلة حقك، هات. استاذ حسام حبيبي، انا اذا اطرح السؤال راح يضيع وقتي كله وما يجاوب. لا انت اكتفي بالرد اللي انت عايزه، يعني اكتفي بالوقت خلاص، خد منه الاجابه نعم او لا وكمل وقتك. مو راح يتكلم، انتوا نصوا عليه الصوت بعد ما يجاوب حتى افصل اني، ما يصير هيجي. يا رجل هات سؤال حقك انت، هات. يلا سؤالك ايه؟ سؤالك ايه الاول؟ سؤالي طرحته اكثر من مره، من هو ولي الامر الان عندك المعني بالايه؟ اتفضل يا شيخ خالد. لحظه، اتفضل يا شيخ خالد. الذي ينتخبه المسلمون هو ولي امر، الذي يتصرف في المسلمين ويحكم هو ولي امر. تفضل. يلا اللي بعده. بالله عليكم هل اجاب؟ هذه هي اجابه، دي قناعاته يا سيدي الفاضل، دي قناعاته ان هي اجابته. لا تقاطعني. انا لا اقاطعك يا شيخ مجتبى، يا شيخ مجتبى الوقت واقف، وقفوا الوقت، الوقت واقف، وقتك الاساسي لسه ما بداش كمان، احنا بنعطيك كل الفرص وفوق الوقت ممكن نعطيك وقت اضعاف، لكن ما نضيعش الوقت كده هباء قدام المشاهدين. لو قدامك السؤال الثاني اطرحه مباشره الشيخ خالد هيجاوبك عليه. عزيزي انا السؤال الاول ما جاوبه، شنو السؤال الثاني؟ يا سيدي انت عايز ايه؟ يا استاذنا، هو لما انت بتجاوب على سؤال خلاص هذه قناعاتك في معتقدك، الشيخ خالد مش بيلزمك باجابه معينه، انت بتجاوب هو بيعلق على اجابتك. اسال السؤال والشيخ خالد استاذ حسام هو يقول نحن نقول ولاة الامر هم الائمه، هو يقول مطلق الحكام، منو الان الحاكم ولي الامر الذي لا بد من الرجوع اليه؟ ما في عندنا عدد محدد لا باسمائهم ولا بكذا، من اتفق عليه المسلمون وكان هو الذي يحكم له الامر والنهي والسلطه، هذا يجب طاعته طاعه مقيده بطاعه الله ورسوله. فإن تنازعنا كما قال الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. خلاص يا شيخ خالد بعد إذنك اللي بعده يا شيخ مجتبى، اللي بعده حبيبي يقول الحاكم الذي لا بد من أن يتفق عليه المسلمون، من هذا في وقتنا اتفق عليه المسلمون؟ هل يعجز؟ من الذي اتفق عليه؟ اسم طيب الولي الذي يحكم البلاد ولو شبرا من الأرض، هذا ما دام له الأمر والنهي. فإذا كانت الآية الكريمة كما نص على ذلك آصف محسني في كتاب المشرعة تشمل هذه الولاية الصغرى والولاية الكبرى، ما لك حق أن تلزمني، لأن هذه الآية شاملة للولاية الصغرى والكبرى. خلاص خليه يبدأ وقته. خلاص شكرا يا شيخ خالد، هذه قناعاته وهذا ما تحدث به الشيخ خالد الوصابي. لك الآن التعليق على ما تحدث به الشيخ خالد الوصابي وعلى ما طرحه الشيخ خالد الوصابي أيضا من أسئلة. هل المهدي أمرك بالرجوع إلى من يحكمك في عصر الغيبة؟ تفضل وقتك هيبدأ دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعجزه وبين بطلان ذلك الذي يذهب إليه. إخواني بالله عليكم، يعني هل الآية معطلة؟ نحن نقول أن ولاة الأمر هم الأئمة معروفين بأسمائهم. أقول له من هؤلاء ولاة الأمر في الآية؟ يقول لي مطلق الحكام. زين، من هو الحاكم الذي لا بد أن يكون من ولاة الأمر؟ يعني على أي أساس تختارون ذلك؟ يقول ما اتفق عليه المسلمون. زين، في وقتنا من الذي اتفق عليه المسلمون وهو ولي الأمر؟ الآن أنت ما تعرف من ولي الأمر؟ بالله عليكم، عندما نأتي ونقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يقولون ليس المراد هو الإمام الذي تذهبون إليه، من مات وليس في عنقه بيعة مطلق الحكام. زين، الآن أنت أقول لك من هو الحاكم الآن في وقتنا؟ لا يعرف. من الذي اتفق عليه المسلمون؟ لا يعرف. إذا مت وليس في عنقك بيعة لحاكم، هسه أنت ستموت وليس في عنقك بيعة للأئمة، لا أقل تكون في عنقك بيعة للحاكم. حتى الحاكم ليست في عنقه بيعة. لا يعرف من هو الحاكم ولي الأمر الآن. من الذي اتفق عليه المسلمون؟ فلان اتفق عليه المسلمون وتجب طاعته وولايته. أنت الآن لا شأن لي بغيرك.
أنت من الذي ماكو إجابة ماكو زين. قال أنه هل النبي يدخل في ولاة الأمر أو لا يدخل؟ هل أنت تعتقد أن النبي ليس من ولاة الأمر؟ إذا قلت أن النبي لا يدخل في ولاة الأمر إذا النبي ليس من ولاة الأمر. عجيب. نحن نقول أن النبي من ولاة الأمر. الله بين أن طاعة لله وللرسول وولاة الأمر. ولاة الأمر النبي والأئمة، ولكن ذكر النبي من باب ذكر الخاص مع احتواء العام عليه. يعني العام وهو أولي الأمر الرسول معهم، ولكن ذكره بنحو خاص مع احتواء العام عليه لميزة لتقدمه كما يقول الله في قرآنه. الله يقول بالنسبة عندما يتحدث عن الجنة وفاكهة الجنة، يقول أن الجنة فيها نخل فاكهة ونخل ورمان. الرمان من ضمن الفاكهة، لكن ذكره مع ذكر الخاص مع احتواء العام عليه، مع أن الفاكهة تشمل الرمان، ولكن ذكر الرمان لميزتها يعني لميزة الرمان عن باقي الفواكه، لا أن العام الفاكهة لا تدخل فيها الرمان. كذلك النبي يدخل في ولاة الأمر وهو سيد ولاة الأمر، ولكن من باب ذكر الخاص مع يقول أنه أنا سأذكر رواياتي التي قيدت طاعة ولاة الأمر كما هو ذكر رواياته. خب أنا عندما سألتني أجبت وقلت لك لا أجيب من باب الإلزام، أبطلت إلزامك. أنت عندما تبطل هذا الإلزام شكرا يا شيخ مجتبى، انتهى الوقت. شيخ خالد المداخلة الأخيرة، تفضل. طيب هل ولاة الأمر هل أئمة الشيعة هم ولاة أمر بعد موتهم؟ تفضل سريعا. حسام غير المداخلة الأخيرة إلي، لو هاي همين أيضا لعبة سويتوها. أي لعبة تتحدث عنها؟ أنت بدأتها أنت. لا الوقت واقف. أنت بدأت يا شيخ مجتبى الحلقة، أنت بدأت معنا الحلقة. الوصابي هو من بدأ. لا اليوم أنت بدأت الحلقة. أنت الذي بدأت. أنا متى بدأت؟ يا سيدي الفاضل، الوصابي هو الذي بدأ. أنت اللي بدأت الحلقة. ولو كان الشيخ خالد الوصابي، هذا وعد مني بكرة إن حضرتك لك كل الحرية في الوقت. إذا أردت أن تبدأ وتختم ما فيش أي مشكلة، وإذا أردت أن تختم اليوم ليس عندنا أي مانع. عزيزي أنا أريد الإنصاف، لا أريد وقت زيادة ولا نقصان. هو بدأ. سأعطيك تعليق. شوف سأعطيك. أنت اليوم اللي بدأت، أمس أنت بدأت واليوم أنت بدأت، ومع ذلك أيضا سأعطيك تعليق أخير بعيد عن الوقت الأساسي. سأعطيك تعليق أخير، تمام؟ تفضل يا شيخ خالد. استاذ حسام عفوا، انا ما اريد تعليق اخير، اتاكدوا. يا سيدي الفاضل ارجع الى اليوتيوب، والشباب يا شباب بعد اذنكم ابعتوا له لينك اليوتيوب، سيتاكد ان هو اللي بدا امبارح وبدا النهارده كمان. ولو عايز ما عندناش اي مشكله، عايز تبدا وتختم برضه ما عندناش اي مشكله. اتفضل يا شيخ خالد. عزيزي استاذ حسام اذا هو بدا الان انا اختم. يا سيدي الفاضل يختم لا يضيع الوقت. الوقت كده بيضيع. اتفضل يا شيخ خالد، اتفضل. السؤال هو هل أئمة الشيعة هم ولاة أمر بعد موتهم؟ سريعا يا مجتبى. جاوبتك في حياة النبي سريعا. وبعد حياة النبي. في حياة النبي وبعد حياته. بعد موتهم هل هم ولاة أمر أم ليسوا ولاة أمر؟ ولاة أمر في حياة النبي وبعد حياة النبي. يا رجل بعد موتهم هل هم ولاة الأمر أم لا؟ تفضل. عزيزي غير جاوبتك أكثر من مرة. يا رجل هل أهل البيت أئمة الشيعة هم ولاة أمر بعد موتهم؟ ولي الأمر الآن حي، كيف بعد موته؟ يا رجل أنا سألت جعفر الصادق الآن، هل هو ولي أمر بعد موته أم لا؟ تفضل. ولي الأمر الآن هو الإمام المهدي. الإمام المهدي. تقول على أن أئمة الشيعة لا يجب طاعتهم بعد موتهم؟ عزيزي طاعتهم في كل الأوقات وفي كل العصور. طيب وقت الحلقة بالكامل، معذرة يا شيخ خالد، الشباب أبلغوني إن وقت الحلقة بالكامل انتهى، معذرة، لكن لك 30 ثانية يا شيخ زركوشي للتعليق قبل الختام، اتفضل. لا حبيبي إذا اتأكدت أنه أنا بديت فأختم هاي. طيب يعني احنا متأكدين اللي انت بدأت النهاردة، لكن هذا منا احنا كإدارة قناة، لو حضرتك عايز تعلق تعليق أخير لك الحرية. لا إذا متأكدين أنا ها هي انتهى. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا، أشكر الشيخ خالد الوصابي.